زياد باها يصدم العالم بهذه الرسالة الحزينة بعد الظلم التحكيمي أمام البرازيل. بعد الخروج الصعب أمام المنتخب البرازيلي، وجه زياد باها رسالة مؤلمة إلى الجماهير المغربية عبر فيها عن حزنه الكبير لعدم تحقيق النتائج الإيجابية التي كان الجميع يتمناها، وأكد أنه يشعر بخيبة الأمال مثل باقي المغاربة، لكنه شدد على أن كل مباراة هي تجربة تمنحه دروسا جديدة تساعده على التطور والعودة بشكل أقوى. وأوضح زياد باها أن لاعبي المنتخب المغربي قدموا كل ما في وسعهم خلال المواجهة، وبذلوا مجهودا كبيرا من أجل تشريف المغرب ورفع راية بلادهم في هذا المحفل العالمي، وأن الروح الجماعية التي جمعتهم كانت إحدى أهم نقاط قوتهم طيلة البطولة. كما أشار إلى أن ارتداء قميص الوطني يمثل شرفا ومسؤولية عظيمة، وأن الدعم الجماهيري والرسالة التي تلقاها كانت دائما معهم ومهما له من أجل الاستمرار والعمل بجدية أكبر. وأكد أن هذا الدعم يمنحه طاقة إضافية تجعله أكثر إصرارا على إسعاد الجماهير في قادم الاستحقاقات. وبالروح المليئة بالأمال قال زياد باها إن الهزيمة لن تتوقف في مسيرتهم، بل ستكون خطوة في طريق النجاح إذا يملك المنتخب جيلا طموحا قادر على الذهاب بعيدا إذا استمر بنفس الروح والإرادة. اختتم رسالته بكلمات صادقة: شكرا لكل من وقف معنا دائما، وديم مغرب، والمغرب فوق الجميع.